عزيزي الطالب، صديقي حديث، لو كنت بتدور على فيديو تسمعه علشان تكون محترف في قراءة رسم القلب فانت كده في المكان الغلط. خليني اكون صريح جدا معاك في البداية. مفيش كتاب او كورس او فيديو هيعلمك حاجة من الصفر للاحتراف، ايا كان مستوى صعوبة الحاجة دي او سهولتها. رحلة الاحتراف بتبدأ بخطوة، وهنا انا بوفر لك الخطوة الاولى دي. بعدها اللي جاي كله عليك انت. في الفيديو ده هنوضح 5 خطوات مهمة جدا في انها تحطك على اول الطريق الصح. 5 خطوات لو طبقتها كل مرة هتشوف فيها رسم قلب هتلاقي نفسك على الاقل عارف كويس جدا وعندك ثقة تقول ان الاي سي جي فري او في تشينجز. وبعد المرحلة دي هنساعدك في فيديوهات جاية انك تربط التشينجز اللي حاصلة في رسم القلب مع الكلينيكال داتا للمريض بتاعك، في انك تحط له انيشال دياجنوز وتبدا رحله المانجمنت سواء كنت طبيب او ممرض. احنا اتكلمنا قبل كده عن الاناتومي اوف ذا هارت والكاردياك اند بالمونري سيركيوليشن والاي سي جي تايبس اند كونكشن. لو ما كنتش سمعتهم فانا هحط لك لينكاتهم تاني علشان تقدر ترجع لهم في اي وقت تحس انك محتاج تسمعهم. قبل ما نبدأ في الخطوات ال5 خلونا نشرح ببساطة شديدة جدا شكل الويف اللي بتمثل كهربية القلب، وزي ما شرحنا قبل كده ازاي بيحصل ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن. ببساطة شديدة لازم نعرف شكل الموجة الكهربائية للتمثيل الكهربي للقلب على ورقة الاي سي جي علشان تقدر تاخد بالك من اي تغيير هيحصل حتى لو كان طفيف. وفي الفيديوهات الجاية هنتكلم عن كل حاجة من دول بالتفصيل، لكن دلوقتي خلونا نعرفهم بشكل مبسط وسهل. أول حاجة هي البي ويف، ودي بتمثل انقباض الأذين أو بداية الديبولاريزيشن. يعني لما الكهرباء بتبتدي من الاس اي نود وتنتشر في الأذينين على طول بتظهر البي ويف على الرسم، وبتكون على شكل قبة عرضها أقل من 3 مربعات صغيرة وارتفاعها أقل من 2.5 مربع صغير. البي ار سيجمنت ده الوقت اللي الكهرباء فيه بتكون ماشية من بداية انقباض الأذينين للوصول للاي في نود. هو الخط ما بين بداية البي وبداية الكيو ار اس، ووجوده بمسافة طبيعية مهم جدا. والمسافة الطبيعية دي من 3 ل5 مربعات صغيرة. الكيو ار اس كومبلكس ده عبارة عن 3 موجات مع بعض، كيو وار واس، والتلاتة بيمثلوا انقباض البطينين الفنتريكولار ديبولاريزيشن. وده بيحصل لما الكهرباء توصل للبطين ويبتدي يضخ الدم، وبيكون عرضها الطبيعي أقل من أو يساوي 3 مربعات صغيرة. الاس تي سيجمنت الجزء ده بيمثل المرحلة اللي البطين فيها بيكون لسه منقبض لكن الكهرباء مازالت مستقرة، وعلشان كده بتكون ايزو الكتريك مستقيمة، واي تغيير فيه بارتفاع او انخفاض معناه ان في مشكلة في حركة الدم جوه القلب او الاحتشاء. وعلشان كده تعتبر الاس تي سيجمنت اكتر حاجة الناس عينهم بتروح عليها في الاي سي جي، لانها اساس تشخيص الجلطات الام اي او المايوكارديال انفاركشن. التي ويف ودي بتمثل رجوع البطين لحالته الطبيعية. الريبولاريزيشن يعني الكهرباء خلاص خلصت دورتها والبطين في الوقت ده بيكون بيرتاع علشان يبتدي ويف جديدة. اليو ويف مش بنشوفها دايما بس احيانا بتظهر بعد التي، ودي بتكون طبيعية احيانا او ممكن تكون بسبب ادوية او مشاكل في مستوى البوتاسيوم. اظن كده وصلت لك الصورة بشكل ما، ولسه في اللي جاي لما نمسك كل حاجة بالتفصيل الموضوع هيتلم بشكل كبير جدا. علشان كده ما تنساش تشترك معانا في القناة وتتابع الفيديوهات اول باول. نيجي بقى للخطوة الاولى، الريزم. هل هو منتظم ولا لا؟ بنبص على المسافة ما بين الار ويف والار ويف التاني، بنشوف هل المسافة دي متساوية يبقى الريزم ريجولار. لو المسافة دي مختلفة هيكون الريزم irregular. ببساطة شديدة جدا حددنا الاي سي جي ريجولار ولا irregular. هندخل على الخطوة التانية، هنحدد
الريت. لو الريزم منتظم هنستخدم طريقة سريعة جدا. هنقسم 300 على عدد المربعات الكبيرة ما بين كل ار وار. مثال، لو بين كل ار ويف وار ويف تانية 4 مربعات، يبقى هنقسم 300 على عدد المربعات الكبيرة اللي هم 4. يبقى 300 على 4 يديني 75 بيتس بير مينت، 75 نبضة في الدقيقة. طب لو مثلا ما بين ار والار 3 مربعات بس، يبقى هنقسم 300 على 3 هيديني 100 بيتس بير مينت. طيب لو الريزم عندي مش منتظم irregular، هنا مش هينفع نستخدم القانون اللي احنا استخدمناه، فلازم نعد مانولي، نعد بإيدنا. هنختار 6 ثواني من رسم القلب. طيب ال6 ثواني دول بيمثلوا 30 مربع كبير. هنعد كام QRS في ال30 مربع الكبير، وهنضرب العدد بتاع ال QRS في 10 هيدينا ريت تقريبي. مثال، لو لقيت في ال30 مربع كبير 8 QRS، هنضرب ال8 في 10 هيديني 80 بيتس بير مينت. موضوع بسيط. دلوقتي انا حسبت المعدل الطبيعي للهارت ريت عندنا في الادلت من 60 ل 100 بيتس بير مينت. لو عندنا الريزم منتظم ريجولار والريت في المعدل الطبيعي، فرسم القلب بتاعنا نورمال ساينس ريزم. طيب لو هو اعلى من 100 فالاي سي جي بتاعنا هو ساينس تاكيكارد. لو اقل من 60 فهو ساينس براديكارد. طيب لو الريزم irregular هيكون ايه الاحتمالات الممكنة؟ اكيد طبعا مش هجاوبك على السؤال ده، لان ده لسه هيتضح قدام خطوة بخطوة، بس انت ممكن تقدر تجاوب عليه تحت في الكومنتات، مفيش مشكلة. الخطوة التالتة هنبص على البي ويف، هل هي موجودة ولا لا. كل كيو ار اس المفروض بتيجي بعد بي ويف، لان البي ويف بتمثل بداية الشرارة الكهربائية. البي ويف السليمة بتكون صغيرة ناعمة وموجبة او اتجاهها الاعلى في ليد 1 وليد 2 ومعكوسة في الاي في ار. لو حضرتك مش شايفها او شكلها غريب، هيكون في احتمالية وجود مشكلة في الاذين او مشكلة في الاس اي نود، زي مثلا ان مفيش بي ويف خالص، فده هيدينا انديكيشن على ان ممكن يكون عندي اتريال فايبريليشن او اي اف. طب مثلا في بي ويف موجودة عادي جدا بس مفيش وراها كيو ار اس، فده مثلا هارت بلوك، وهكذا. الخطوة الرابعة الكيو ار اس، هل هي عريضة ولا طبيعي ولا عرضها طبيعي؟ العرض الطبيعي اقل من 12 من 100 ثانية او 3 مربعات صغيرة. طب مثلا اوسع من كده فهنفكر في حاجة زي الباندل برانش بلوك مثلا، وفي حاجات تانية واشكال تانية بتدينا انديكيشن تانية مختلفة هنتعرف عليها لسه قدام شوية. الخطوة الخامسة الاس تي سيجمنت، هل هي elevation ولا depression؟ قلنا ان الخط ما بعد الكيو ار اس وقبل التي بيكون مستقيم ايزو الكتريك. لو في elevation مثلا هيكون ده احتمالية وجود استيمي او اس تي elevation myocardial infarction. طب لو الاس تي نازلة لتحت هيكون ده بيدينا انديكيشن على الاسكيميا او الديجيتاليز او الدايجوكسين توكسيسيتي. طب لو طالعة مثلا في كل الليد فهنفكر مثلا في بريكاردايتس. اي تغيير في الاس تي مهم جدا، لانه بيقولك هل القلب في الوقت ده بيتألم ولا لا. لو وصلت لهنا فانت محتاج تفكر نفسك بالخمس حاجات، 5 خطوات الاساسية اللي احنا قلناها، او تقدر تحفظ الفيديو ده وترجع له تاني تسمعه مرة واتنين وتلاتة. مهم جدا اول اي سي جي قبلك تطبق عليه الكلام اللي احنا قلناه، وصدقني بمجرد اتقانك لكل حاجة منهم بشكل منفصل انت هتكون قادر بشكل كبير ما تتخضش من الاي سي جي. والاهم من كل ده اسمع العيان بتاعك كويس،
وافهم منه. ممكن كلمة يقولها تفتح لك باب كبير جدا في حالته، أهم من مليون تشخيص. سلام.